ازاي تتعامل مع العملاء اللي بيطلبوا ويرجعوا في كلامهم او ما يستلموش. ما هو الشغل كله كده يا ابني، احنا هنعمل ايه؟ طب بص هقول حاجه. اولا، والنصيحه الاهم، وبروز لي قوي، معلش بروز لي قوي الحته دي. لو تقدر من البدايه ان انت تشتغل على حته ما فيهاش منافسه يبقى افضل. ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ تعالى كده حط نفسك مطرح العميل. العميل شاف الشوز اللي انت بتبيعها، وانت بتبيع الشوز دي افيليت من موقع اكس، موقع واي، موقع زد. موقع اكس، موقع واي، موقع زد دول عندهم 1000 مسوق، منهم 50 واحد شغالين على نفس الشوز اللي انت بتبيعها، وغالبا مستخدمين نفس الكرييتيفز، نفس الصور والسيشن والفيديوهات اللي الموقع موفرها لهم. فايه اللي بيحصل؟ فيسبوك لما العميل بيشوف الاعلان بتاعك بيفهم ان العميل ده مهتم بالشوز دي، ويلاقي معلنين تانيين، مش انت، معلنين تانيين عارضين نفس الشوز، فبيعمل ايه؟ بيطلع نفس الاعلانات لنفس العميل، اعلانات تانية اسف لنفس العميل. فايه اللي بيحصل؟ حط بقى نفسك مطرح العميل. العميل شاف الاعلان بتاعك، تفاعل معاه، طلب اوردر، وبعدين جاي يفتح فيسبوك لقى نفس الجزمه، نفس الشوز، نفس المنتج عموما عن صفحات تانية، بل قد يكون بسعر اقل من سعرك. قول لي انت لو عميل هتعمل ايه؟ هتغير كلامك، هترجع في كلامك، هتطلب اوردر من الصفحه الايه اللي بتديك سعر ارخص، وترجع تكنسل مع الصفحه اللي انت طلعت له بيها في الاول، رغم ان انت اول واحد طلعت للعميل، الا انه سابك وراح لناس تانيين. المشكله كلها تتحل امتى؟ لو انت قدر الامكان من الاول اخترت تشتغل على منتج بعيد عن المنافسه. البراندنج بيحل القصه دي. لما يكون واحد طالب من براند معين، حتى لو شاف منتجات شبه البراند ده غالبا ما بيثقش فيها، وبيقول لا انا طالب من براند معين. طبعا دي حاجه بتاخد وقت وسنين على ما تتبني. الحاجه التانيه، ودي بقى حته لدماغك انت، انت من البدايه لازم تبقى عامل حسابك على ان ده هيحصل. هيحصل. الشاطر انا وانت عاملين اعلانات، وانا وانت عندنا مفاجآت. الشاطر فينا هو مين؟ قول انت. الشاطر فينا هو اللي هيعمل حسابه من الاول على ان في نسبه مرتجعات، ففي تسعيره من الاول خالص عمل ايه؟ حط ان هو بيجيب المنتج باكس، وهنتكلم عن التسعير وكل الكلام ده. حط ان هو بيجيب سعر الكلاينت اكوزيشن او الاستحواذ على العميل ب 10 جنيه، وفي زيهم كمان 10 جنيه مرتجعات. ضرب في اتنين، ضرب في تلاته، على حسب نسبه تسليماته. فايه اللي